أقل من عقدين من الزمن وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يطمح المغرب إلى الارتقاء لمصاف الدول النامية التي تتوفر على بنية تحتية قوية واستراتيجيات فعالة لتطوير جميع القطاعات تحمل معها قيم التنمية والأمل. خلال السنوات الأخيرة تم تعزيز النسيج الصناعي للمملكة بتخصصات جديدة تنتظم حاليا في منظومات فعالة محدثة للقيمة المضافة وتضم العديد من الفاعلين المحليين والدوليين. وقد مكن مخطط تسريع التنمية الصناعية من إرساء قطاع صناعة السيارات المغربي بشكل دائم داخل النسيج الاقتصادي للمملكة. من الآن فصاعدا فرض المغرب نفسه كفاعل رئيسي في صناعة السيارات على المستوى القاري والدولي، وقد مكن استقرار مصنعين دوليين من بروز منظومات فعالة تتكون من شركات مناولة متخصصة في العديد من مهن قطاع السيارات. اليوم يتعزز هذا القطاع من خلال إنشاء منصة دولية للتموين ستمكن من تحسين مستوى الاندماج المحلي وجلب استثمارات مهمة وإحداث مناصب شغل جديدة والرفع من الصادرات وخلق قيمة مضافة عالية. في وقت قياسي استطاع قطاع السيارات المغربي ترسيخ جذوره وترك بصمة متميزة، ويعد هذا المشروع الصناعي الكبير تجسيدا لرغبة وحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في وضع رفاهية وتنمية المواطن في صلب